هالو ان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير وعلى خير. اليوم عملت لكم احلى وابن عصيد سقوقو مشتهيه على الاخر باش نحضروها، وطريقتها مضمونه، التكستير متاعها تجيكم كيما تحبوها انتم، لا هي جاريه ولا هي يابسه. كيما قاعدين تشوفوا فرغت هذاك الزيت متاعها على جنب في حاجه، هذاك راهو في القول كل لازمنا نخلوه، ومن بعد الحكه نفرخها في صحين ونحركها بالباهي ونحطها في الفريجيدير بحكم الدنيا سخونه باش ما تفسد ليش، ونخليها حكايه ساعه، ومن بعد نخرجها ونزيد نحركها بالباهي حتى تتسجلي في بعضها، ومن بعد نحطها في الصفاي متاعها باش تصفالي بالباهي ونحرك. وتوا نجيب صحين ونحط فيه قرابه 250 جرام فرينه، ونزيدها كيلة ماء في نفس السطل هذاك، ونحركها بالباهي بمغرفة باش تحب. وكما قاعدين تشوفوا نكيل بنفس السطل الصغير هذاك. زادت الكيلة الثالثة هذه حركت بها البقاء من الزقوقو الاخراني، يعني عملت 3 كيلات ماتوا، كيلة في الاول للزقوقو والكيلة هذه والكيلة للدقيق. ما زالت لي الكيلة الاخرانية هي الرابعة هذه اللي زدتها، ونحرك بالباهي ونزيد في الاخر هذاك الزيت اللي رميته على جنب. وتوا انا بقت لي حكايه ساعه ونص على نار هاديه، وفي الاخر كي نحسها تبقبق نزيدها السكر متاعها، ونزيدها طبيعه الحال ماء الورد ولا ماء الزهر اللي عندكم باش يفوحها لي بالباهي. ما تخافوش منها، بطبيعه الحال ديجا طابت كما قاعدين تشوفوا. نعبي هذوكم الصحيفات بالعسيده، ما نكثرش برشا وما نحطش شويات. توا قاعده نحضر لها في الكريمه متاعها. تنجموا تعملوا الكريمه العاديه هذيك. اني الكريمه هذه شريتها من المانيا، بودينغ اسمها، اللي عايش في المانيا نجم يشريها، ولا كما قلت لكم الكريمه العاديه. حطيت 500 مليلتر من الحليب وزدتهم 4 مغارف سكر، وحركت بطبيعه الحال حتى انعقدت بالباهي، وحطيتها وصبيتهم في الصحان البلار هذوكم اللي قاعدين تشوفوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه. لايك وسبسكرايب للقناه وميرسي.